كل سنة وانتم طيبين. خلاص 2024 بتودعنا و2025 على الأبواب. السنة اللي فاتت كانت مليانة تجارب وإنجازات وأحيانا خيبات. كل واحد فينا أكيد عنده شوية مشاعر متلخبطة. كلنا نحب نبدأ السنة الجديدة بحماس، ودايما بنقول سنة جديدة يعني بداية جديدة، لكن في الغالب بنلاقي نفسنا آخر السنة محققناش كل اللي احنا كنا عايزينه أو بنحلم بيه في أول السنة. وده بيكون في الغالب بسبب ان احنا مش دايما بنبدأ السنة بداية صح، ولا بنخطط كويس، وحتى لو وضعنا خطة ما بنلتزمش بالخطة دي بالظبط. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي نبدأ السنة الجديدة بشكل مختلف ومن غير ما نكرر نفس الأخطاء. هنتكلم مع بعض عن خطوات بسيطة لكن فعالة هتخلينا نبدأ 2025 بشكل قوي ونقدر نحقق أهدافنا، سواء كان الهدف ده كبير أو صغير. هنتعرف مع بعض على حلول تخلينا نقدر نحول السنة دي لفرصة حقيقية للتغيير. لو انتوا حاسين ان السنة دي ممكن تكون بداية جديدة ليكم، لو حابين تبدأوا السنة دي بطاقة إيجابية، ركزوا معايا في الفيديو ده، لأن كل خطوة هنقولها هتساعدنا نحقق النجاح والراحة النفسية اللي بنتمناها في السنة الجديدة. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. قبل ما نبدأ التخطيط للسنة الجديدة لازم الأول نعمل تقييم للسنة اللي فاتت. مش مهم لو كانت السنة دي حققنا فيها نجاحات، ممكن كانت تكون مليانة تحديات. المهم ان احنا نكون اتعلمنا منها وطلعنا بدروس نستفيد بيها في الحياة الجاية او في السنة الجديدة. لازم ان احنا نقيم نفسنا، ممكن نجيب ورقة ونكتب فيها كل الحاجات اللي احنا انجزناها في 2024 ونخليها دايما قدامنا علشان نكون فخورين بالحاجات اللي احنا حققناها. كمان ممكن نكتب الحاجات اللي ملحقناش نعملها ونحاول ان احنا نحققها في السنة الجديدة. وكمان ممكن نكتب الحاجات اللي احنا ما كناش راضيين عنها في نفسنا او في حياتنا ونحاول ان احنا نعدل الحاجات دي او نظبطها. كمان المفروض ان احنا نتعلم من اخطاء سنة 2024. ممكن ان احنا كان عندنا اهداف ما لحقناش نحققها، بس ده مش معناه ان احنا فاشلين، ده مجرد بيكون درس المفروض ان احنا نتعلم منه ونستخدمه في تطوير نفسنا في السنة الجديدة. محتاجين ان احنا نفكر في الاسباب اللي خلتنا ما نحققش الاهداف اللي احنا عايزينها ونحاول ان احنا نلاقي حلول للمشاكل دي. ممكن كمان نحط خطط جديدة وحلول تكون افضل من السنة اللي فاتت علشان نتجنب الوقوع في نفس الاخطاء بتاعتنا. كتير مننا بيبدأ السنة بأهداف كبيرة قوي وضخمة، وده بيكون غالبا سبب للإحباط وبيخلينا منقدرش نكمل حاجة. عايزين في 2025 نجرب نغير التفكير بتاعنا أو الطريقة بتاعتنا في الأهداف. يعني بدل ما نحط هدف كبير قوي قدامنا، احنا ممكن نخليه هدف صغير نبدأ نحققه واحدة واحدة بالخطوات. يعني مثلا احنا عايزين نتعلم لغة جديدة، ما نحطش لنفسنا وقت مثلا وليكن أسبوع نقول أنا هتعلم فيه لغة الفرنساوي مثلا، فكده احنا هنزنق نفسنا ومش هنلحق نتعلم اللغة في وقت قصير زي ده. احنا ممكن نبدأها ازاي؟ ممكن ان احنا نتعلم كل يوم على الأقل 5 كلمات جديدة في اللغة اللي احنا عايزين نتعلمها. هنفضل مستمرين على كده واحدة واحدة هنلاقي نفسنا خلاص أتقنا اللغة وبقينا شاطرين فيها. فمش عايزين نحط الهدف قدامنا بشكل مباشر أو ضخم، عايزين نبدأ نمشي فيه خطوات علشان نحس ان احنا بنحققه. كمان مش لازم يكون عندنا 10 أهداف مثلا، احنا ممكن يكون عندنا هدفين أو 3 بس رئيسيين نركز عليهم ونبدأ نحققهم الأول، وبعد كده نضيف عليهم أهداف تانية كمان نقدر نحققها. الروتين اليومي هو أهم عامل في تحقيق أي هدف. لو مفيش عندنا روتين ثابت هنلاقي نفسنا اليوم بتاعنا ضايع بين المهمات والحاجات اللي احنا مش قادرين ان احنا نلتزم بيها. ابدأ يومك بطريقة إيجابية، يعني مثلا حاول تبدأ يومك بأكل صحي، تعمل شوية رياضة خفيفة، دي حاجات هتخلينا متحمسين بقية اليوم. لازم نبدأ يومنا بداية صح. كمان ممكن نستخدم تقنيات التنظيم، يعني زي استخدام تطبيق لتنظيم الوقت، أو إن احنا نكتب المهمات اليومية بتاعتنا في ورقة أو حتى على الموبايل. كل ما نكون عارفين احنا هنعمل ايه خلال اليوم، ده هيسهل لنا تنفيذ المهمات بتاعتنا طول اليوم. هنلاقي ان اليوم بتاعنا مترتب مش فوضوي. كمان لازم نخلي عندنا وقت للراحة والاستجمام علشان ما نحسش بالإرهاق. يعني اليوم عندنا طويل، مش لازم يكون كله شغل أو كله مذاكرة، محتاجين
على الأقل نص ساعة أو ساعة نفصل فيها، ممكن في آخر اليوم أو في نص اليوم، علشان نقدر نكمل اليوم بتاعنا بكل نشاط وحيوية. حياتنا مليانة طاقة سلبية بتأثر علينا، سواء من ناس حوالينا أو حتى من الأفكار بتاعتنا. علشان نبدأ السنة دي بحيوية لازم نتخلص من الأفكار السلبية اللي في حياتنا. محتاجين نبعد عن العلاقات والناس السامة. في ناس في حياتنا دايما بتحسسنا بالإحباط، عايزين نحاول على قد ما نقدر السنة الجديدة نبعد عن الناس دي، أو على الأقل نقلل وقتنا معاهم. يعني لو المفروض نكون معاهم طول اليوم سواء في الشغل أو في الدراسة، نحاول نتجنبهم أو ما نختلطش بيهم كتير. كمان محتاجين نتخلص من العادات السلبية بتاعتنا زي السهر الكتير أو التأجيل المستمر. محتاجين إن احنا نبدلها بحاجات مفيدة. يعني لو بتسهر كتير، استغل الوقت ده مثلا في القراءة. القراءة هتخليك تستفيد، عقلك هيتغذى، وفي نفس الوقت هتساعدك على الاسترخاء والنوم. ممكن كمان نستغل الحاجات دي في الرياضة، نبدلها. كمان محتاجين ان احنا ننظف المكان حوالينا، نخلي البيئة اللي حوالينا كلها نظيفة ومترتبة، لان ده هيدينا احساس بالراحة والاستقرار. السنة الجديدة دي فرصة ان احنا نجرب حاجات جديدة، سواء كانت حاجة حابين نجربها او حاجة مختلفة اصلا ما جتش في دماغنا قبل كده. ممكن نجرب هواية جديدة، يعني زي الرسم او الكتابة، او حتى ان احنا نتعلم مهارة جديدة. ممكن نبدأ الحاجات دي اونلاين. الحاجات دي بقت سهلة جدا دلوقتي، اي كورس او اي حاجة ممكن ناخدها اونلاين، نخصص لها وقت معين في اليوم، مثلا نص ساعة نتعلم فيه حاجة جديدة. ده هيفرق معانا جدا في يومنا. كمان ممكن اللي يقدر مننا ان هو يسافر لمكان جديد لو الظروف سمحت. نحاول نسافر لمكان جديد، حتى لو كانت رحلة بسيطة مدتها يوم واحد او يعني يومين 3 كده، نفصل فيهم، لان تغيير المكان هيديلنا طاقة جديدة. محتاجين ان احنا نركز على صحتنا النفسية والجسدية كويس، لان ما ينفعش نبدأ سنة جديدة واحنا مش مهتمين بصحتنا. صحتنا هي اساس كل حاجة في حياتنا. ممكن نهتم بالرياضة، مش لازم نمارس رياضة قوية يعني او لوقت طويل. ممكن على الاقل ان احنا نمارس رياضة ماشي كل يوم شوية، او تمارين بسيطة في البيت، مش لازم ان احنا نروح الجيم ونصعبها على نفسنا. محتاجين ان احنا نحرص على راحتنا النفسية، نحاول يكون عندنا توازن بين الشغل والحياة الخاصة. لازم ناخد وقت لنفسنا، نعمل حاجة بنحبها كل يوم. كمان لازم نحرص على النوم الكفاية بتاعنا. لازم يكون النوم بتاعنا يكون بشكل صحي، لأن ده هيساعدنا على تجديد الطاقة بتاعتنا وزيادة التركيز كمان في باقي اليوم. في نهاية الفيديو حابة أقول لكم إن السنة الجديدة مش بس فرصة لتغيير حياتنا، هي فرصة لبدء التغيير في نفسنا كمان من جوه. مش لازم نبدأ كل الحماس اللي موجود، المهم ان احنا نبدأ حتى لو بخطوات بسيطة نكون ملتزمين بيها. محتاجين نفتكر ان التغيير مش هيجي بين يوم وليلة، لكن بيجي خطوة خطوة. المهم ان احنا نكون واخدين الخطوة دي ونبدأ بداية صح. لو قررنا نبدأ السنة دي بطريقة جديدة، خلي عندنا هدف واضح. محتاجين ان احنا نتبع خطوات واقعية، نركز على صحتنا وعلى راحتنا النفسية. إن شاء الله 2025 هتكون سنة مليانة نجاحات لو قررنا إن احنا نبدأ من دلوقتي ونستعد لها. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تكون سنة مليانة طاقة إيجابية وصحة وسعادة لكل حد فينا. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.